أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط بحي الأزهر بالبرنوسي. كما كتشوفوا الساكنة هنا ديال حي الأزهر كيتشكاو من تراكم الأزبال اللي موجودة هنايا، اللي خارج طبيعة الحال حتى الشارع، يعني حتى الطريق. كما كتشوفوا هنا الساكنة اللي أونفاس راه يعني ملي كيطلوا مباشرة على هاد الأزبال اللي موجودة هنايا، مباشرة على هاد الكارثة اللي كاينه هنايا. وهاد التراكم ديال الازبال ماشي من ناحيه ديال السكان، وانما من ناحيه ديال الشركات التجاريه او الشركات ديال البناء اللي كتخلي هاد التراكم ديال الازبال. كما كتشوفوا هذا تراكم ازبال ديال القبص ديال الياجور مليوح هنايا، كلها يعني مواد ديال البناء، وكلها بقايا ديال البناء، سواء من تهديم او سواء يعني كما كتشوفوا راه الزليش كاين هنايا يعني كلها. وكما كتشوفوا راه المساحه كبيره هنايا، كبيره بزاف. هاد التراكم اللي موجود هنايا كما كتشوفوا هنا بالضبط راه كاين يعني شركات ديال البناء، وكاين هنا يعني مشاريع ديال البناء يعني عده. ف الغريب في الامر انه كنشوفوا شركات يعني محترمه وكدير واحد، ويعني كتدخل يعني فلوس يعني من هاد البروجيات هادو، هاد المشاريع نورمالمون يعني فاش جاتها يعني في واحد 200 درهم او كاع حتى 400 درهم ديال الكاميو تخلصوا ويجمع هاد الازبال هادو يتلاح في المكان المخصص ليها. فما عرفتش انا، هذا صراحه كارثه عظمى ما خصهاش ندار. هذه من جهه، ومن جهه ثانيه انه حتى نورمالمون حتى المقاطعه والجماعه ديال هنايا راه خصها تجي تعطيهم انذار لصاحب يعني الشركات، راه خصهم ياخذوا انذار من الناس المختصين، يعني من الجماعات او يعني الناس اللي مسؤولين في هذا القطاع هذا. راه خصهم يعطوهم انذار للشركات باش ما يديروش هذا الفعل هذا، وخصهم كذلك يعطوهم انذار باش يجمعوا هذا الشيء هذا في اقرب وقت. وشحال ما يعني تراكمت المده ديال هاد الازبال موجوده هنايا، شحال ما كانت يعني الضريبه يعني كتطلع في يعني هاد الغرامه الماليه كتطلع. فكنتمناو انه الناس المختصين اللي يلجؤوا لهاد الشركات هادو يعطوهم انذار تنبيه باش يحيدوا هادشي هذا، لانه لا يعقل انه ناس يعني شركات عندهم مشاريع كبيره ضخمه بحال هذه وكيربحوا يعني الفلوس، وفي الاخر كيخليوا التراكم ديال الازبال اللي هو من مده طويله، هو كاين مده يعني طويله، هذه راه فايت العام ونص وهاد الازبال موجوده هنايا حاليا. كما كنشوفوا يعني الشركات ديال البناء اللي دارت يعني اللي بنات راه صافي بناو وسالاو والناس سكنوا، ولا زال هاد الازبال موجوده هنايا في المكان. فمن الغريب انه نشوفوا بحال هذا المنظر هذا، وخصوصا ان الناس يعني راه الناس الله يحسن العوان، الناس اللي انفاس على اللي ساكنين هما ساكنين ديورهم مخلصين على ديورهم وساكنين هنايا، فباش يطل يشوف يعني يعني المساحات الخضراء. فمع الاسف كيشوف يعني هادشي هذا، هاد البقايا هاد الازبال هذا ديال المواد البناء من الياجورز اللي القبص كلشي مليو حنايا. وكما كتشوفوا راه المساحه يعني كبيره 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 وبزاف. هانتوما شوف يعني راه كبيره بزاف، ومازال كاين من اللور الجهه اللي مليات كاين عاوتاني كذلك واحد المهزله يعني اللي كبيره. هذه راه ما خصهاش ندار من طرف يعني الشركات يعني نورمالمون محترمه خصها تكون، ولكن مع الاسف ما كيبان لي حتى شي احترام من هذا الفعل اللي كيديروا هذا. وطبيعه الحال هما مش متضررين السكان، لا بالنسبه للسكان اللي ساكنين هنايا قدام، ولا بالنسبه للسكان اللي يلاه شراو. فطبيعه الحال الشركه هي راه دارت واحد البروجي وغتمشي في حالها، اكيد هما ما ساكنينش هنايا. فمع الاسف انه الضرر جاي من عند يعني الناس اللي ساكنين هنايا. فمع الاسف كنلقاو بحال هادشي هذا ما خصوش يندار صراحه. بطبيعه الحال الناس يعني كيتشكاو هنايا، كيتشكاو من يعني من هاد التراكم ديال الزبال، وكيطالبوا طبيعه الحال المسؤولين انهم يلتجئوا ويديروا لهم شي حل مع هاد الناس هادو. وكيف ما قلت انايا نورمالمون خص الناس مسؤولين على الجماعات وهادشي هذا نورمالمون حتى المقدم راه خصو يعلم يعني الجهات المسؤوله. نورمالمون المقدم ديال شغله يعني كتشوفوا لازتي غير شي ياجوره راه كيجي عندك المقدم وكيجيب لك القايد وهذا. فبحال هادو حتى هنايا راه المقدم كيلعب الدور، خصو يعني يمشي على الجهات المسؤوله يقول لهم شنو كاين الازبال يعني من طرف الشركات، شوفوا كيفاش طاري. نورمالمون راه خصو نهار اللي يعني الفايج الاول ديال الكاميون لاحو هنايا، نورمالمون نهار
هذاك هو الدقيقه اللي خصو يوقف عليهم المقدم ويجمع الجهات المسؤوله. فكنتمنى انه طبيعه الحال هذا النداء هذا يوصل للجهات المسؤوله. فبالنسبه للناس اللي التحقوا بنا، حنا نتواجدوا مباشره من الدار البيضاء، وبالضبط حي الازهر بالبرنوسي. كما كتشوفوا تراكم الازبال هنايا اللي الناس طبيعه الحال يعني كاعيه وما عجباش الحال بهذا التراكم هذا اللي تقريبا عام ونص هو كاين هنايا، وخارج طبيعه الحال حتى الشارع الطريق يعني الرئيسيه لهذا. فكنشكروا كاع الناس اللي كيشاهدونا في هذه اللحظات وكيتفاعلوا معنا. غادي نساليو البث ديالنا هنا، على امل نلتقيو في بث اخر باذن الله. مع السلامه.